لمسه ضرب ايدي. ايوه هاشم ما لعبهاش كويس. اعزائي المشاهدين، لا والله انت عندك تتغلب والله كيف؟ ما تتغالب. هتتغالب. نحن الان في حي المحابس. ما حدش انت اللي اخذت والله، انا كنت عم العب. حي المحابس حسن كان هنا هيلعب. مدينة الخرمة. طبعا زي ما انتم شايفين مباراة ما بين بهجت لعيبه زيكا والكابتن سامي حلو. سامي عبد الله. درس يا ابو علي، درس يا ابو علي. كل لعيبه طبعا مباراة قوية. ماشي العب يا احمد سامي بسرعه. العب يلا على الكوره. هاشم انت يلا. والله هتحكي تطلع بره. طب والله انا سالت مالك دعوه، انا العب على الصفار. بص هتلعب على طول تطلع بره. اي احتكاك اي احتكاك راح تسوي ولا راجع. ارجع كف ارجع. طبعا زي ما انتم شايفين الكابتن علي حجي كابتن حي المحابس. وطبعا احنا عاوزين نعرف طبعا من الكابتن علي الرياضه في حمص الوادي الجديد يعني الفتره الجايه الفتره القادمه. والله بص، الرياضه حاليا مش في الوادي بس، في مصر كلها عموما. اديك شفت الماتش الاهلي اتغلب 5. عمرك شفت الاهلي اتغلب 5 ولا الزمالك؟ يعني الرياضه في مصر كلها عموما يعني ما عادتش زي الاول يعني بصراحه. وعندنا برضه في الوادي برضه بسبب عدم الاهتمام برضه، لا الشباب والرياضه بيهتم ولا حد بيهتم بالكوره خالص من اساسها، اللي مخلي الكوره مأخره يعني عندنا. طيب انت يعني من الكباتن القدام بتاعت حي المحابس، ايه رؤيتك للفتره الجايه ان تبقى الرياضه كويسه ان شاء الله؟ والله لو المسؤولين اهتموا هتنهض الرياضه، انما ما فيش مثلا اهتمام بالرياضه وكده هنفضل زي محلك سير زي ما احنا. احنا بنشكر الكابتن علي الله يخليك يا كابتن، حجي. الله يخليك. وايه رايك في الملعب؟ ايه رايك في ملعب المحابس؟ لا الملعب حي المحابس ملعب المحابس هو اللي يشكر والله. السيد المحافظ عملنا الملعب بصراحه يعني يشكر والله. احنا بنشكر هو الوحيد اللي راعي راعي الرياضه في الوادي، ولوحده مش هينفع. طبعا لازم يبقى فيه تعاون برضه من والله بنشكر السيد المحافظ على الملعب بصراحه، ملعب بصراحه جميل. طبعا بنشكره والله. احنا بنشكر كابتن علي كابتن حي المحابس. الله يخليك يا باشا. ونشوف ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ماشي يا كابتن. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. طبعا نرجع لمباراه ما بين بهجت وسامي عبد الله. كابتن سامي عبد الله زي ما انتم شايفين واقف على الخط. طبعا الكابتن الكبير حسن عبد الله كابتن فريق حي المحابس للشباب. واحنا عاوزين نشوف طبعا نعرف الرياضه او رؤيتك للرياضه المرحله القادمه ان شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الاول برحب بالكابتن محمد حسن، برنامج الكره مع حبيب. اطلع محمد يا محمود، ارجع جوانك محمود. ملعب المحابس ماليش لازمه خروجك كده. يعني في الاول نبذه كده عن ملعب المحابس. ملعب قلعه من القلاع الاساسيه في الرياضه في محافظه الوادي الجديد بصفه عامه، الكره بقت وحده وفي مدينه الخارجه بصفه خاصه. انما بمناسبه قصه الرياضه في المحافظه عموما، يمكن هي الرياضه في مصر عموما متاخره شويه، انما بالنسبه لنا احنا متاخره جدا. يعني احنا تقريبا اخر فريق لعب في الممتاز به كان من 20 سنه تقريبا او اكثر. فاحنا بالنسبه لنا الرياضه بالنسبه لنا احنا نامل ان الرياضه يكون فيها اهتمام، فيها يعني حب الناس للرياضه، حب الناس للمواهب. الناس بتشتغل، يعني الناس عندها تشتغل ان هي عايزه تشتغل، مش تشتغل عشان في فلوس او في منصب او هيتقال عليها. لا بتشتغل
عشان بس يعني ينهض بالبلد. يعني ممكن اهتمام شويه. زمان بالمناسبه دي زمان رحمه الله على الكابتن ابراهيم علي ابراهيم، ايام ما كان في الملعب كان بيختار لعيبه صغيره من هنا ويبدا يجيب. النهارده احنا ما شفناش الكلام ده، ما شفناش قوافل، ما شفناش حد بيروح يكتشف يعني يعني ايوه حد يعني ملعب زي كده فيه لعيب صغير، في لعيب زي علي ده، علي لعيب كبير، وعندك بسيس ده لعيب كبير، فانت عايز تكتشف. اكتشفت اللعيب هتعرف تسوق وراه، هتعرف تطلعه، هيرجع لك. خلي بالك انت اللعيب مثلا هنفترض جدلا ان اللعيب اللي عندك الموهبه خدته نادي تاني، هيرجع لك بعد 30 سنه لعيب كبير زي كابتن احمد يحيى وزي كابتن محمود لما رجعوا للنادي. اكيد طبعا. فانت هتستفاد ماديا وهتستفاد معنويا وهتستفاد انك الفرقه بتاعتك على الاقل هيبقى عندك فريق في دور الممتاز به مدى الحياه، ده اقل حاجه. ان ما وصلتش الممتاز الف فانت في الممتاز به. او اكيد يعني في جيل هيبقى في المستقبل حاجه حلوه. انت يعني بس اشتغل، يعني اشتغل يعني خلي قلبك على البلد، خليك يعني عاوز رياضه، عايز بلدك تنهض، عايز بلدك تتقدم، فلازم يكون في حب للرياضه. عايز انت تختار لعيب، عايز تنقي لعيب، عايز تكتشف، عايز تلعب دورات صغيره، تناشئين، تروح النادي، تروح الساحه، تروح هنا تشوف لعيبه صغيره. الاهم من انك تكتشف اللعيبه الصغيره انك انت تحتويها وتنميها عشان تشوف لعيبه كبار يشاركوك في الدوري. يعني طبعا احنا بنشكر الكابتن حسن عبد الله كابتن فريق الشباب ونشكره شكرا جزيلا. نورتونا في ملعبنا. ده نورك يا كابتن حسن. نرجع للمباراة. الكابتن سامي طبعا بيدي تعليمات لفريقه. احمد سامي تقيل حلو لعيب يا ابني انت هو